كده بقول لكم حاولوا يعني مع الوقت تنضجوا وتكبروا كده، دماغكم تكبر. وانا استضيف مصر ملحد اعمل بيه ايه؟ هو مصر ملحد مش صانع محتوى ولا محلل سياسي، هو راجل دمه خفيف بيطلع يهزر ويقول كلمتين، ولا ليه محتوى ولا ليه اي انا كنت بسمعه وبحبه كشخص، بس هو لا يعني ما ولا ليه محتوى. تمام. هو راجل بيطلع من ان لاخر راندم بسرعه عشوائيه كده، يطلع يقول اي كلام يضحك الناس، وتحليلاته السياسيه كلها غلط، 90% منها غلط، مع احترامي الكامل والشامل ليه يعني. فانا استضيفه، وانا قلت لكم خلاص موضوع الضحك والاراجوزات ده انتهى يا جماعه من زمان. عايزين ضحك واراجوزات، مش عايز اذكر قنوات بالاسم، في قنوات ضحك وارجوزات كتير لا دينيين اتفرجوا عليها. فما تنرفزونيش بقى وتحرقوا دمي على بدايه البتاع. عايزينك مع فلان، عايزينك، احنا يا باشا مسرحيه كوميديه، مدرسه المشاغبين، العيال كبرت، هستضيف مصر مضحك، مصر ملحد، ونقعد نقول نكت بقى ونضحك الناس. هو راجل ما عندوش محتوى، ما بيقدمش محتوى. مصر ملحد لا يقدم محتوى، انتوا بتعبدوا اشخاص. هو لا ولا بيقدم محتوى سياسي، كله كلام كده، كلام قهاوي. تمام. ولا هو دمه خفيف وبيضحك وكل شيء، ولا بيقدم محتوى سياسي، وكل كلامه ضحك وهزار، وهو كلامه فيه كثير منه خطاب كراهيه. فهو خلاص بقى، ما تقعدوش تقولي لي عايزين نشوفك مع فلان وعايزين نشوفك مع فلان. يعني اجبروا كده وخلوا دماغكم كبير، ما تحسسوش ان يعني ان في جزء منكم لسه مراهقين ولسه اطفال. فيعني لازم انتوا حاجه تضايقني كده وتعكنن دمي في اول البتاع. فالمهم يعني احنا اجلنا البث ده للنهارده. تمام. اجلنا البث ده للنهارده، البث ده شديد الاهميه. تمام. لان موضوع يعني الاسلام هو الحل ده اضاع دول كامله. تمام. مصر، محمد مرسي حكم مصر بالاسلام هو الحل. يعني محمد مرسي ده كانش معاه اي برنامج، والاخوان حتى من قبله اللي حضر بقى من 2006 ساعه ما نجحوا في الانتخابات خدوا 70 كرسي، كانوا ايه بقى؟ هو برضو شعارهم ايه؟ الاسلام هو الحل. تمام. وطبعا الشعوب المغيبه المسلوبه العقل بتتبع العاطفه، فاول ما بتجيب له سيره الاسلام العاطفه الدينيه عنده بتنط من قلبه، فبيتبعك بغض النظر عن ايه برنامجك، ولا انت هتودي البلد في داهيه، ولا ايه اخبارك، بيتبعك وخلاص. وموضوع الاسلام هو الحل ده استخدمه برضو مين؟ الغنوشي في تونس، صح؟ واستخدمته حركه حماس، واستخدموا الاخوان في كل مكان يعني. تمام. هو الاخوان بيستخدموه، لكن السلفيين بيبقوا مبسوطين بيه. يعني السلفي عمره ما يجي يقول لك الاسلام هو الحل. تمام. بس مبسوط بيه لما بيلاقي حد بيقول الاسلام هو الحل، هو نفسيته كده بتبقى ايه؟ منشرحه من جوه. تمام. فاغلبيه الملحدين للاسف، يعني انا بحاول، يعني لازم تفهموا الكلام ده يا جماعه، يعني ده مش انتقاصا منكم، انا بحاول ارفع من مستواكم الثقافي كلا دينيين ومن مستوى الوعي بتاعكم. ليه بقى؟ لان جزء كبير منكم زي الاخ اللي كان بيقول لي استضيف مصر ملحد ده، هو ملحدين خطابهم غوغائي. يعني لو واحد جه مسلم قال له الاسلام هو الحل، هيقعد يقول له الفاظ بذيئه ويقول له طز في الاسلام ومش عارف ايه، والاسلام ابن مش عارف ايه. يعني ردودكم حتى انتوا كلا دينيين ردود مش صح، ردود انفعاليه. زي ما المسلم عاطفه الاسلام هو الحل دي بتخرج الاسلام من جواه، انت كلاديني برضه عاطفي. انت فاهم؟ اول ما حد يقول لك اي حاجه الاسلام مثلا هو الحل، تفتح انت وابل الشتيمه والسباب، وده مش صح. في فرق يا جماعه بين خطاب اللاديني التنويري وخطاب الكراهيه. انا اعترف واقر ان خطابي الماضي قبل عمليه الحادث اللي حصل لي ده، تمام، كان في كثير من خطاب الكراهيه، وانا اعتذر عن هذا الخطاب. تمام. لان انا تطورت عن هذا الخطاب. تمام. وانا لم اكن اعنيه قوي يعني، وهو كان بيجي كده معايا يعني. تمام. ببقى محشش بقى وكده، فببقى سايب الدنيا. لكن خطاب اللي هو خطاب زي خطاب مصر ملحد او ما شابه، مع احترامي للدكتور جورج بول يعني، وانا بحبه وهو صديقي، تمام، لكن خطابه خطاب كراهيه برضه، واحتقار للمسلمين. تمام. واستحقار ليهم. يعني هو بقى له 10 سنين خطاب كراهيه، بيضحك وبيقول حاجات تضحك وبتاع، ماشي، هي العمليه مش عمليه ضحك، ما ممكن اتفرج على فيلم لعادل امام، لكن خطابه خطاب كراهيه. يعني مع احترامي الكامل للدكتور جورج بول، على عيني وعلى راسه، وانا واقسم بشرفي انا بحبه لله في لله كده، وهو بيحبني جدا.
بس انا صادق، يعني انت عارف ما بعرضش لحد، خطابه خطاب كراهه، فما تقوليش تعالى ما اظهر تاني مع الدكتور جورج بول، بقى انت راجل كده ما فهمتش حاجه، انت راجل كده دماغك دي في الطراوه. لما تشوف خطابي دلوقتي وعايز تجمعه مع خطاب دكتور جورج بول في حلقه واحده، يبقى انت عندك خلل عقلي، لان هو خطاب الدكتور جورج بول يعني خطاب يعني مش ناقد للاسلام. هو طبعا بيتكلم من خلفيه ان هو دكتور، لكن خطابه خطاب كراهيه، هو بيحتقر المسلمين وبيكلمهم باحتقار وبيسب لهم الدين وبيشتمهم طوال الحلقه، وما بدهمش اي فرصه يقولوا اي كومنت ولا اي تعليق. خلاص هو حر، هو الراجل بيقول ان هو مش بتاع تنوير، وهو فعلا مش بتاع التنوير، يعني خطابه خطاب مش خطاب تنوير، خطاب كده يعني تسليه، تسليه بس بتاذي الناس، يعني خطاب كراهيه. فانا لن اظهر مع احد له خطاب كراهي، وكذلك مصر ملحد طالعين بالسماء قوي، انا مش عارف ليه. انا بسمع مصر ملحد من قبلك، انت فاهم؟ مصر ملحد انسان دمه خفيف وانسان مصري، ووقف موقف قوي جدا قدام الاخوان ايام الاخوان. لكن في التوتال لما تيجي تبصوا خطابه لا شيء، يعني محتوى مصر ملحد لا شيء، هو شويه تهريج وحكايات بقى بتاعته، ان هو ايام ما كان في الجيش ويقعد بيخش في موضوع لموضوع لموضوع، هو مسلي، لكن هو مش خطاب، ما قارنوش بخطاب، مش استكبار مني، ما قارنوش بخطابي ابدا. تمام؟ ولا تقول لي تعالى نجتمع، انا حاولت اجتمع قبل ما اتحبس، حاولت ان انا يعني اتواصل معاه ان هو يجي معايا ايامها، ايام ما كان خطابي مشابه لخطابه، وهو ما ردش، وهو الراجل مش مهتم اصلا، هو الراجل بيعمل فيديوهات كده من ان للاخر كده بالصدفه. فما تقوليش بقى عايزين نشوفك مع مصري ملحد، هو مش عادل امام وسعيد صالح، هي مش يعني ما تحسسنيش، يعني انت الاخ اللي سال السؤال ده عقله تافه مع احترامي ليه، يعني انت فاهم؟ هو الخطاب الديني بالنسبه له. طيب ساره مش عارف ايه دي بلوك من قناه، هشام انت عندك نرجسيه فظيعه، خلاص بقى ما تجيش قناه تاني، غوري بقى في 60 ده. تمام؟ فخطابه يعني ما فيش حاجه اسمها نرجسيه، انت لازم تبقى عارف قدرك، انت فين، انت واقف فين، انت خد بالك انت مين. اللي هي اتكلمت اللي عملت لها بلوك دي انسانه ساذجه وتافهه، ليس عندها ادنى نوع من الثقافه. هو عندها اي واحد يتكلم عن نفسه ده نرجسي ومغرور، لا انا بفهمك مش بتكلم عن نفسي. تمام؟ انا بفهمك، يعني خطاب مصري وثقافه عامه يعني دينيه، لكن هو ما بيفهمش في الدين حاجه. يعني مصر ملحد تناول موضوع ديني زي ما انا بتناول كده في 500 فيديو عملته انا قبل كده موضوع ديني كده بنفس الاسلوب؟ لا، هو مصر ملحد بيطلع يهزر ويضحك ويسخر من الاخوان والمسلمين وبتاع، ويطبل للسيسي عمال على بطال بحق وباطل بعلم وجهل، بيطبل للسيسي وخلاص. مصر ملحد مع انه قاعد في امريكا مش عارف بيطبل للسيسي ليه. تمام؟ وكده، وهو اسلوبه وبتاع وعنده كاريزما حلوه وبتاع، فبيشد الناس. فالناس انت بتتفرج عليه ما بتستفادش حاجه، انت بتقعد تضحك، مسلي بالنسبه لك، يعني ممكن تشغله وانت مثلا ايه بتستحمى بتشغل، لكن انا لما بتشغلني لازم تركز معايا. فيعني ايه، فما تدخلنيش بقى في ايه على طول بقى انتوا في الشات مصري ملحد مصري ملحد مصري ملحد، عايزين نشوفك مع دكتور جورج بول. انا يا سيدي بحترم الاثنين والاثنين على دماغي، بس خطابي الحالي لا يتناسب مع ده ولا يتناسب مع ده ان انا اجتمع معاهم في مكان في بث واحد. تمام؟ الكلام اللي كان قبل زمان قبل الحبس الضحك والكركره وهي هي وكركر ده انتهى، قلت 1000 مره. تمام؟ لسه مش فاهم انتوا مش مستوعبين الموضوع ده ليه؟ قلته 1000 مره، النظام اللي قبل كده والاسلوب اللي قبل كده ده انتهى، سواء انا جوه مصر دلوقتي او حتى لو طلعت بره مصر، ده اسلوبي اللي انا هفضل ماشي عليه وهطوره للافضل كمان. والله اللي عاجبه كده عاجبه يا جماعه، ما تقعدوش تقرفوني بقى وتزهقوني وعايزين نشوفك مع مصر ملحد وعايزين نشوفك مع جورج بول. اتمنى الرساله تكون وصلت. خش في الموضوع. موضوع